السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. حمص بطحينة من المقبلات اللذيذة، وهي راح تكون وصفتنا لهذا اليوم. خلينا نشوف مقاديرها وطريقة عملها. في محضرة الطعام أنزل 2 كوب من الحمص المسلوق و2 فص ثوم، وأخلي ملعقة صغيرة ملح، وطبعا الملح حسب الرغبة. وبعد أن انفرم الحمص أنزل عليه عصير ليمونة كاملة، وملعقتين كبيرة من الراشي أو الطحينة، وملعقتين كبيرة من اللبن الزبادي، ونستمر بالخلط إلى أن نحصل على حمص كريمي ناعم. وبعد أن كملت الحمص بطحينة أنزلها في طبق التقديم، وأقوم بتزيينها بالشكل اللي راح تشوفوه: زيت الزيتون والحمص والبقدونس والزيتون. أخذ نصف كوب برغل ناعم وأنزل عليه عصير ليمونة كاملة، وأقلبهم وأترك على جنب. أبدي أفرم الخضروات. أخذ 250 غرام من الطماطم، وحبة كبيرة من البصل، وحزمتين من البقدونس، وقليل من النعناع، وأفرمهم فرم ناعم. وبعد أن كملت فرم الخضروات اللي أحتاجها أنزل عليهم البرغل المنقوع بالليمون، وأنزل عليهم عصير ليمونة، وأقلبهم سوية. وأنزل عليهم ملعقتين كبيرة من زيت الزيتون ورشة ملح، والملح أكيد حسب الرغبة، وأستمر بالتقليب. وهذه هي التبولة، شكلها رائع والطعم أروع. أجيك من المقبلات الصحية واللذيذة، ومكوناتها جدا سهلة. أخذ حبتين من الخيار حجم كبير ما يعادل 4 كيلو، وأبرشهم وأخليهم في المصفاة، وأتركهم على جنب حتى يصفون المي الموجود فيهم. وهسه راح أخذ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج، وأبرش عليهم 4 فصوص من الثوم. وأقلبهم سوية، وأنزل عليهم نصف كيلو من اللبن الزبادي أو الروب، وأخلطهم سوية. أخذ 20 غرام من الشبت ما يعادل ملعقة كبيرة، وأفرمه فرم ناعم، وأضيفه على الخلطة اللي عندي. وبعدين أنزل عليهم الخيار بعد أن تصفى من كل المي الموجود فيه، وأقلبهم سوية. وأخير شيء أضيف عليهم قليل من الملح أو حسب الرغبة، وقليل من الفلفل الأسود، وأخلطهم سوية. وهذا هو شكل الدجاجيك النهائي. أتمنى أن تكون وصفتنا لهذا اليوم عجبتكم، وإذا عجبتكم اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، ولا تنسونا من اللايك. وألتقيكم إن شاء الله في وصفة جديدة وفيديو جديد.